السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ كلامنا بالصلاة على حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زيدوا النبي صلاة يا جماعة، بالصلاة على الرسول تنحل وتنفك العقد على طول. احنا هنا كنا ماشيين في طريقنا لكامب شزار. ده مكان في اسكندرية، منطقة. وده كان يعني ده ان شاء الله هيكون اخر فيديو للمصيف. احنا هنا كنا وصلنا كامب زرار في شارع بورسعيد. ده هنا فطاطري بتاع فطير اسمه القلاع، اشهر بتاع فطير موجود في المنطقة. قدامه على طول البان سويسرا. البان سويسرا ده مطعم بيعمل اكل كله بالجبن. تمام. انا هنا داخله البان سويسرا لان كنت هتعشى فيه، بس عايزه اقول لكم بقوا جربوا فطير القلاع لان ما توصفش تحفه. هنا كان جايب لنا المنيو عشان نختار الاكل. اي اكل بيقدمه او بيعمله بيكون بالجبن. طبعا حطولنا الاول كاتشب وحطولنا الميه. وده المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه، المكان كبير بس احنا كنا قاعدين في مكان زي غرفة. علشان المطعم كان مليان ومزدحم جدا، الدورين، الدور اللي فوق والدور الاول. احنا قعدنا في الدور الاول بس المطعم كان كومبليت، كان زحمة جدا. طلبنا الاكل ده سجق بالجبنة السايحة زي ما انتم شايفين، ده مشاوي بالجبنة السايحة، بطاطس بالجبنة السايحة، ده اسمه مشكل سويسرا، عبارة عن فراخ ناجتس وسجق ولحمة وفراخ. تمام. كل ده بالجبن. كنا طبعا وبيقدم لنا الفينو سخن نار. كنا والاكل بيبقى تقيل ودسم بس حلو جدا. هنا بقى انا بركز لكم على القلاع يعني بتاع الفطير. هنا بقى كنا راجعين فين بقى، طالعين على فين، رايحين فين؟ كنا هنكمل السهرة بتاعتنا عشان خلاص كان فاضل يومين كده ولا حاجة وهنمشي. كنا راجعين بقى، خارجين هنطلع على طريق البحر علشان رايحين على القلعة. عايزة اقول لكم زي ما انا وصفت لكم ان البان سويسرا ده في كامب شيزار في شارع بورسعيد. تمام كده. هنا بقى واحنا ماشيين على نواحي المنشية، عدينا طبعا على المنشية وهنعدي على محطة الرمل. عايزة اقول لكم ان بصوا المنشية ومحطة الرمل لسه المكان قديم. السور بتاع البحر زي ما هو بتاع زمان، من 30 سنة او 35 سنة ايام ما كنت بشوفه وكنت بقعد عليه. تمام كده. هنقابل بقى طبعا في طريقنا المرسى ابو العباس. لان احنا رايحين القلعه، والقلعه في يعني في بحري وتعتبر اخر اسكندريه. المهم ان احنا وطبعا هنعدي برضو على راس التين، منطقه في اسكندريه اللي فيها الشيخ وفيق بتاع المشهور بالرز بلبن. زي ما انتم شايفين دي شوارع اسكندرية. بصوا يعني اولا واخرا وكل لما هكلمكم هقول لكم اني احلى مصيف بالنسبة لي هو اسكندرية، وانا ما بحبش غير اسكندرية. وبعشق الاسكندرانية يا جماعة، بعشقهم بجد بجد. يعني انا يعني اسكندرية دي حياتي. مهما اروح اي مصيف، مهما اروح اي مكان، مش برتاح غير في اسكندرية. ده المرسى ابو العباس. طبعا انا من بره كده قريت له الفاتحه. وطبعا هنعدي على الصعيدي بتاع الايس كريم، ده مشهور جدا في منطقه بحري، في منطقه المرسى ابو العباس. الصعيدي بيبيع ايس كريم. ودي طبعا محلات وحاجات بتاعت اكل فاتحه. وبعد كده وبلبن بعد كده، بس بقى غالي قوي بلبن على فكره. بعد كده بقى هندخل على راس التين وهنعدي على القلعة. بلبن بقى غالي ليه؟ انا لسه جايبة منه امبارح اشطوطة بالرز بلبن بالنوتيلا ب110 بالتوصيل. ليه يعني؟ عشان ايه؟ ده انا هعملها احسن منه. اه والله العظيم. هنا بقى داخلين القلعة. هنا عشان العربية فبياخدوا على العربية فلوس عشان هنركنها في الباركن. وبعدين هندخل بقى ايه القلعة بالليل يا جماعة تحفة. عايزة اقول لكم انها بالليل وبالنهار، يعني انا روحتها بالنهار ورحتها بالليل. بالليل والنهار تحفة. بس بالليل بقى بنقعد براحتنا، احنا سهرنا طبعا جامد قوي. آه طبعا في محل زفير بتاع السمك فاتح برضو في القلعة. في متحف الأحياء المائية. ده متحف فيه السمك شكله ألوانه تحفة وروعة. بس ده بيفتح الصبح وليه ميعاد معين بيفتح فيه، مش عارفة، تقريبا من 10 لواحدة أو 2 حاجة زي كده، عشان أنا روحته من كام سنة.
هنا بقى البياعين على الرصيف اللي بيدخلك بقى على القلعة. بس انا كان نفسي اقعد قدام القلعة نفسها، بس طبعا هما الناس بيقعدوا بقى يقعدوا بقى يتحايلوا عليك وتعالى واقعد هنا والقعدة هتعجبك والكلام ده، فمرضناش يعني نكسفهم وجبرنا بخاطرهم، وقعدنا برضو في مكان حلو. وكان كان سهرة جميلة ويوم جميل قوي بعد ما اتعشينا، والعشوة كانت دسمة قوي لان الاكل زي ما انا قلت لكم كله بالجبن، والجبن دسمة جدا جدا. زي ما انتم شايفين هنا بقى بيبيعوا عقاد وتماثيل وقواقع وحاجات من دي وطواقي والملاية اللف والحاجات اللي هي كنتوا بتشوفوها في رايا وسكينة، والحاجات دي اللي هي كانوا بيلبسوها يعني، والبيشة والحاجات الخاصة بالتصوير وحاجات كده. هنمشي طبعا، انا جوزي ماشي قدامي هو وولادي. زي ما انتم شايفين هنا ده متحف الاحياء المائيه، وزي ما انتم شايفين التماثيل دي شكلها حلو قوي قوي، شكلها جميل جدا جدا، كيوت كده وحلوه تحفه. وجي بقى عقاد وغوايش وحاجات من دي. انا هشتري لان في حاجات عجبتني برضو هشتريها، جوزي هيجيبها لي. زي ما انتم شايفين انا حابه ان انا اشارككم معايا اجواء المصيف كلها، واوريكم انا عملت ايه في المصيف ورحت فين. وعايزه اقول لكم ان اسكندريه مصيف مهاود ورخيص، مش غالي زي الاماكن اللي هي غاليه غلو فظيع. لا، اسكندريه مهوده. غالية برضو، الأكل فيها غالي وكده، بس الشواطئ فيها معقولة و... ويعني اسكندرية أحلى أجمل بلد بصراحة يعني. تحية لاسكندرية وأهلها. هنا بقى أنا هشتري. زي ما انتم شايفين انا قلت لكم اهو بقى الملايات اللف والبيشة والحاجات دي. هنا بقى انا هدخل هيعجبني حاجات زرقاء كده هشتريها. هنا الكاميرا، بس ايدي جت على الكاميرا عشان كنت بلبس الغويشة. هي حظاظة لونها زهري او ازرق، انا بحب الحظاظات الزرقاء قوي قوي، جوزي هنا كان بيقفلها لي. جبت واحدة تاني معاها برضو هلبسها وهتشوفوها. بحب الحظاظات الزرقاء قوي، مش عشان حسد ولا عين ولا حاجة، لا انا بحبها يعني، بحب اللون ده وبحبها. جبت حظاظتين. أه وسهرت سهرة حلوة قوي، هي المفروض تتقلب عشان فيها عين كده صغننة، بس احنا دلوقتي هنعدلها يعني. هجيب واحدة تاني اهو، لبستهم الاتنين وزي ما انا، واحدة كف وواحدة عين زي ما انتم شايفين، مش عشان الحسد ولا حاجة، لا انا بحب اللون ده يعني، بحب اللون ده جدا. زي ما انتم شايفين هنا بقى انا كنت في القلعة، وهنا بقى طلبنا بيبسي وقهوة ومية نزلت لنا. قعدنا بقى في المكان زي ما انتم شايفين، القلعة اهي قدامنا زي ما انتم شايفين الجمال. وهنا اهو زي ما انتم شايفين ماشيين بقى ايه مكملين علشان هنقعد في المكان الجميل ده. بجد مكان حلو اوي، كانوا مشغلين بقى اغاني ميادة الحناوي ونجاة ووردة. زي ما انتم شايفين يعني الدنيا حوالينا ضلمة شوية، هدوء، نور خافت. قعدنا بصراحة واتبسطنا، وزي ما انا قلت لكم طلبنا بيبسي وقهوة ومية، والقعدة ما اتكلفتش كتير بصراحة، وسهرنا وقعدنا وكانت ليلة جميلة. يا رب الفيديو يعجبكم.